النهاردة احنا عندنا شوية اسئلة عشاني وعشانكم وعشان اللي جاي، اللي احنا ناويين نرسم حياتنا عليه. انا عارفة ان انا بقالي فترة مش اكتف هنا شوية على يوتيوب، ودايما الفيديوز تحسوا ان هي ليها طابع مختلف كده بسبب ان انا اصلا بكون مصورها عشان تيك توك. بحاول اكون مهتمة بتيك توك بس مش عشان التيك توك، انا مهتمة هناك حتى بالانستجرام انا مهتمة بيه علشان هنا يوتيوب. انا بحس ان انا كائن يوتيوبي قاعد طول الوقت على اليوتيوب، فعشان كده انا مهتمه ان الكونتنت بتاعي اصلا يبقى هنا على يوتيوب. بس للاسف الظاهر كده عشان نكون موجودين على يوتيوب ومنتظمين على اليوتيوب ان احنا يكون عندنا اماكن تانية والكلام ده كله. المهم ان احنا اخيرا هنا على يوتيوب. فيديو النهارده، وعاده فيديوز القناه دي عشاني وعشانكم 50-50 كده الصراحه. يعني هو المحتوى 100% مش عشان بس اكون بفيدكم، هو المحتوى بيفيدني انا شخصيا، وتعالوا اقول لكم ليه. بس قبل ما اقول لكم ليه، فانا محتاجه ان انا اقول لكم ان يوتيوب والكلام اللي احنا بنطلع نتكلم فيه والافكار وكل الكلام ده مسؤوليه. انتوا متخيلين ان في حاجه اسمها انه ممكن جمله او موقف او احساس اول مره تحسه بسبب حاجه معينه يكون كفيل ان هو يغير مسار حياتك كله؟ بدون مبالغه والله يا بنات، اكيد كلنا مرينا بحاجات اللي هو فجاه تحصل حاجه نحس اللي هو ايه ده، عارفين انتوا الصدمه، انا ازاي ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده، ازاي انا عمري ما حسيت الاحساس ده، ازاي عارفين النقطه دي. فعشان كده انا بحس ان اليوتيوب عشان هو كونتنت طويل هو مسؤوليه كبيره قوي. اكيد لو الكونتنت بتاع اليوتيوب اتنقل من فكره ان هو فيديو مدته 10 دقايق لبودكاست داخل في النص ساعه والساعه، اكيد المسؤوليه وقتها تبقى اكبر بكتير. بس على قد ما اكيد انا وانتوا شايفين ان المسؤوليه كبيره، ولكن انا شايفه انه احنا نستحق المخاطرة، مش هنكذب على بعض، اننا نكون شخصيات احسن واننا نحس بدفى، واننا زي ما قلت لكم اليوتيوب بالنسبة لي زي ما هو بالنسبة لكم واكتر. الموضوع بيفرق لي انا شخصيا، فانا محتاجاكم زي ما انتم ممكن يكون في حد بس يتفرج على فيديو واحد ليا، ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. اللي هو بنت ممكن تكون محتاجه انها تغير حاجه بس في شخصيتها، بنت تانية محتاجه تحس بونس، بنت تانية محتاجه تحس ان في حد بيحس نفس الاحاسيس اللي هي بتحسها، بيفكر شبه تفكيرها. انه مين يا بنات ما بيحبش محتوى البنات او مجتمع البنات؟ يعني ليه احنا ما عندناش كده مجتمع في ارض الواقع خاص بينا؟ ممكن شويه يجي في بالنا سؤال انه ليه حد فجاه ممكن يقرر ان هو يفتح تشانل يوتيوب، خصوصا ان انا عايزه اقول لكم الحاجه دايما بيجي فكره كده في دماغنا اللي هو اي حد يوتيوب عشان يوتيوب بيقبض. مش حابه اتكلم في الموضوع ده كتير، ولكن الموضوع مش زي ممكن يجي في خيال اي حد. الموضوع صعب قوي. يعني شوفوا انا بقالي كام سنه على يوتيوب وانا ما قبضتش غير مره واحده. يعني يمكن اوقات عشان انا كنت بكسل، مش منتظمه قوي، لسه في بدايه الدنيا، غيرت كذا محتوى، ممكن دي كلها تكون اسباب. ولكن ستيل اليوتيوب في مصر مش بيقبض للناس اللي هم لسه لزاز كده صغننين يعني بيقبض الناس الاكبر شويه. الموضوع عمره ما كان مادي. بس تفتكري ان انت ممكن يجيلك يوم تحسي ان انت عايزه تفتحي تشانل يوتيوب؟ بجد محتاجه اجاوبكم على الموضوع ده، لان انا مؤخرا اكتشفت ان انا فيا النقطه دي من زمان. اكتشفتها ازاي؟ لما اوقات كده بقعد افتكر فتره ثانوي وفتره اعدادي، وانا اوقات بنساها صراحه، يعني هم 20 سنه مش مهمين في حياتي. المهم ان انا افتكرت ان انا ايام ثانوي كنت بروح بالاتوبيس بتاع المدرسه، تمام؟ فواحنا رايحين من الاتوبيس واحنا راجعين بيبقى في مثلا توبيك معين او موضوع معين البنات تقعد تتكلم فيه وبتاع، كل واحد يتكلم في حتته ثم فاطمه انا ازاي كنت بعمل كده؟ فاطمه تقف في نص الاتوبيس وتتكلم في الموضوع من كل جوانبه، والله العظيم ما بهزر. ولازم تتخيلي الموضوع ده ان انا بقف في نص الاتوبيس والاتوبيس كله بنات عشان احنا مدرسه ثانوي بنات بس، لا اقعد اتكلم في الموضوع واشرح فانا اكتشفت ان انا عندي الجرأة ان انا اتكلم وعندي كلام اقوله، حتى لو اوقات بتفزلك، بس اكيد مش هنا يعني، بس اوقات بتفزلك عادي. المهم ان انا اكتشفت ان انا عندي كلام اقوله طول الوقت، وما عنديش مشكله ان اطلع على مسرح واتكلم، ما عنديش مشكله ان انا اكون قصاد مليون حد واتكلم. فانت بجد لو فيك الصفه دي زي ما انا اكتشفت ان هي فيا، بجد انت لازم تستغليها. سبحان الله، ربنا بيحط فينا حاجات كده لو ما استغلناهاش، اصل هو ربنا بيحط في كل واحد الحاجه اللي هتساعده ان هو ينجح. فلو انت ما استغلتيش الحاجه اللي ربنا حاططها فيكي عشان تنجحي، اذا هتفضلي تايهه كتير قوي. وده اللي احنا بنحاول نوصله لك من التشانل دي. انا مش هنا، او انا وصاحبتي مش جايين نعمل البودكاست ده عشان اقول لك والله اعملي 1 2 3 4، لان الحياه
منطقيه بالشكل اللي احنا ممكن نتخيله ده. يعني مفيش حاجه بتمشي 1+1=2، لان احنا بني ادمين وفي عوامل خارجيه. يعني ما علينا. دايما هتلاقي الشغل التشانلز بتاعه البنات اللي بتقعد تتكلم وكده عشان ينوروا لك حاجات ويفتحوا لك طرق تعرفي تفكري فيها وتلاقي نفسك من خلالها. عايزه اقول حاجه بس في المنتصف كده، انه اللي شايف ان الطرحه بتاعتي ولا الفستان مكويين يعمل نفسه مش شايف، واللي ما كانش شايف وبدا ان هو ينتبه للموضوع ده خلي انتباهك يركز معايا كده، عشان الكلام اللي انا هقوله دلوقتي مهم قوي. اول مره اعترف بالموضوع ده، بس كانت واحده من المشاكل النفسيه اللي انا بواجهها لحد دلوقتي. بحبش اعترف بحاجات خاصه بيا كده، ان فاطمه شويه فيها تكبر من ناحيه الشعور بالالم. بتفاجئ اما بلاقي حد حاسس نفس احساسي، اللي هو اوقات يا بنات بكون بسكرول كده في اي ابلكيشن بلاقي فيديو عن واحده بتتكلم، بحس ده في حد حاسس نفس اللي انا حاساه، في حد ممكن يكون مر بنفس اللي انا مريت بيه فجاله نفس الافكار اللي انا فكرت فيها، حس بنفس المشاعر، دور على حلول وما لقاش. لان انا ما بحبش اعترف نفسي ان انا موجوعه، ما بحبش اعترف نفسي ان انا حزينه، دي حاجه غلط. يعني واحد من اكبر الاسباب اللي احنا فكرنا بسببها ان احنا نعمل بودكاست، عشان ما يجيش وقت لبنت تحس ان هو انا حاسه بحاجه محدش حاسس بيها، او انا عندي افكار معينه محدش بيتكلم عنها. جالك تفكير دلوقتي انه طيب ما هي ممكن فاطمه افكارها وتفكيرها ومشاعرها وكل الكلام ده متبقيش شبهي. انا عايزه اقول لك على حاجه، هو البودكاست انا لسه ما اعلنتش عن اسمه، مش عارفه ليه، بس انا حاسه ان انا محتاجه اعلن عن الاسم بطريقه فزلوكه. بس يعني احنا هيبقى معانا ضيوف، واول ضيف او مش اول ضيف بس، هو الضيف اللي هيشاركنا اكتر فيديوهات يارا صاحبتي، ولو انتوا على تيك توك اكيد هتشوفوا فيديوهاتنا سوا كتير. المهم ان يارا على قد ما انا وهي بنرتاح لبعض قوي، بس انا وهي مسار حياتنا مختلف تماما. انا ليا طريقه تفكير مختلفه تماما عن طريقه تفكيرها، فهو سبحان الله كأن ربنا رزقها بفكره البودكاست دي عشان نبين اختلافنا ده والناس، ونعرف ان احنا نوصل لبعض ونوصل لكم. هو انتي لو لقيتي نفسك مش شبهي هتلاقي اكيد هي شبهك. قررنا بعدين ان احنا نجيب معانا ضيوف، اكيد هتلاقي حد شبهك. المهم ان احنا مش هنسيبك. انا محتاجه اسالك انتي سؤال وهجاوب لك عليه برضو، بس انتي لو حابه تجاوبي في الكومنتات هتبقى سعيده بيكي جدا. انه انتي تلاقي طريقك الموضوع سهل كده، للاسف لا يا بنات، احنا بنكبر بعاد عن نفسنا. يا اهلك والناس اللي حواليكي هيفضلوا يشككوكي في مشاعرك وصورتك عن نفسك وافكارك وطريقتك واسلوبك وكل حاجه تخصك، يا هتبقى فيكي قوه شويه زياده او عند او يعني اي صفه تخليكي معارضه فكرهم او معارضه اي حاجه هم بيشككوها فيكي عن نفس بيشككوكي بتشكي فيها بسببهم. فهتبقي داخله في حرب انك تلاقي نفسك وتوصلي لنفسك وتحققي كل الحاجات اللي انت عايزه تطوريها في نفسك. وفي الاخر احنا محتاجين نوصل لشخصيه تريحنا، الشخصيه اللي هتريحنا هنعرف نتعامل. ارجوكي ما تستسهليش انك تكوني بني ادمه كده وخلاص، الدنيا بتوديها والدنيا بتجيبها. لانه انت لو هتعيشي يوم واحد ساعه واحده لوحدك فلازم تعيشيها وانتي مرتاحه مع نفسك. وصلتوني 7000 زي ما كنت قايله، كل حاجه تقريبا تمام لسه، بس في حاجات بسيطه في الديكوريشن بتاع البودكاست. حاجه مش بسيطه قوي يعني، بس هي مش بسيطه، فانا لسه بلم نفسي عشان الديكوريشن يكون حاجه كده، حاجه بناتي كده. احنا قاعدين كده ايه، احنا شله بنات مع بعضينا بنتكلم في حاجات رايقه مش بعنف ولا باي اكشن خالص. كان اللي معطلني اكتر على البودكاست ان في فيديوهات تانية ليها علاقه بالمحتوى بتاعنا عادي، فاطمه والبنات محتاجين ان احنا نشاركها قبل ما نبدا في البودكاست. المهم ان هو ان شاء الله، مش عايزه اقول ميعاد، بس ان شاء الله ننزل يعني بالبودكاست. بس كده بنات، هستنى كل كومنتاتكم اكيد تحت، ولايك وشير وسبسكرايب لو انتي مش عامله سبسكرايب لسه، ولف لفه كده على الفيديوز يمكن تلاقي حاجه انتي مستنيه تسمعيها. بس كده، دمتم سالمين والسلام عليكم.